النهارده هنتعرف مع بعض على سر وأسرار السمك المشوي، وكمان هاعمل معاكم الرز الصيادية بالجمبري حلو جدًا بجد. بس يا ريت لو انتوا أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش لايك وشير للقناة، ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس على الكل وتصلي على الرسول. يلا بينا نبدأ بسم الله. أول حاجة هنا كانت معايا جزراية وقرن فلفل حراق وبصلاية وطماطماية، وكمان معايا هنا التوم الأخضر اللي أنا كنت مفرّزاه معاكم قبل كده، هاخد منه معلقة، وأحط معلقة صغيرة من الكمون و3 معالق من الملح، وأحط كمان معلقتين صغيرين من الكزبرة الناشفة، وطبعًا هاحط معاهم ليمونية، وهاقلّبهم مع بعض كويس جدًا. أنا بقى هنا كان معايا نُص كيلو من الجمبري الصغير دوّة اللي هو الحجم الصغير، لو عندكم الحجم بتاعه بيكون أكبر من كده شيلوا منه الراس، بس أنا عشان خاطر كان حجمه صغير أوي فما شِلتش منه الراس، وممكن كمان تشيلوا منه الراس لو أنتم مش حابينها أو بتضايقكم في الأكل. هاقلّبهم بقى مع بعض كويس. كان معايا هنا بقى 2 كيلو من السمك، أخدت كده السمك نضّفته كويس جدًا، ما باشيلش منه القشور بتاعته من برّه، أنا بس بافتح بطنه وبانضّفه كويس، وبعد كده باحشيه بقى بالحشوة بتاعتي ديّة، وباحطه على جنب. أهم حاجة إن أنا لمّا كنت نضّفته كنت حاطاه ونقعاه في مَيّة وخل وملح لحد ما تبّلته، لحد قصدي ما عملت التتبيلة بتاعته، وبعد كده حشيته بالمنظر دوّة. النهارده هنشويه في البيت عادي جدًا، وهاقول لكم إزاي بيكون طعمه حلو كده زي ما بنجيبه من المحلات. هاجيب بقى الردة بتاعتي ديّة، والردة بتاعتي ديّة بنجيبها طبعًا من عند العطار، والردة بتاعتي ديّة كانت ردة ناعمة. باقلّبهم بقى كده، باخد السمك باقلّبه كويس جدًا كده في الردة زي ما أنتم شايفين. أنا مش باملى السمكة بالحشو بتاعي إن أنا أكون ضاغطاها، أنا بس يا دوبك باحشي فيها حشوة بسيطة إن هي تكون البطن مقفولة على بعض كده زي ما أنتم شايفين. هابدّرها كده بالردة كويس جدًا، وبعد كده بقى هاجيب الجريل بتاعي دوّة وأنا مخصصاه بصراحة للسمك الشوي أو الرنجة، باسخّنه كويس جدًا لحد لمّا الدخان بتاعه يطلع كده زي ما أنتم شايفين، وبعد كده باحط السمك بتاعي بقى واسيبه أول لمّا طبعًا النار بتكون سخنة كده، وبعد كده باهدّي عليه النار عشان خاطر ما يتشعوطش معايا ويكون قلبه ني من جوّه. هاجيب بقى في الفترة اللي هو السمك بيشوي فيها دوّة هنستغل الوقت، وهاجيب بصلاية وابتدي أقطّعها كويس كده مربعات كده مكعبات، بس تكون مكعبات صغيّرة كده علشان خاطر أعمل معاكم الرز الصيادية اللي هو بتاع السمك. هاجيب بقى هنا بتاع 4 معالق زيت كده وحلة على النار، أول لمّا الزيت يبتدي يسخن هاحط فيه البصل بتاعي. في ناس بقى بتحط يعني في ناس بتحط طبعًا حاجات تانية، أنا بقى باعمله بالطريقة ديّة وتجربوه بالطريقة دي بتكون حلوة جدًا بجد. بافضل أقلِّب فيه لحد لمّا البصلة بتاعتي تحمر كده، وطبعًا الباقي من التتبيلة بتاعة السمك الشوي طبعًا استحالة باكون بارميها، لو اتبقى معاكم بتحطوها في الرز، بيدّي بجد حاجة كده حقيقي تحفة ونكهة جميلة جدًا. بقيت بقى النُص كيلو بتاع الجمبري باخد منه حبّة كده وباسيب حبّة برضه هاورّيكم في الآخر هاعمل فيه إيه. وباقلّبهم مع بعض كويس لحد لمّا الجمبري بتاعي يتحمّر كده ولونه يقلب للأبيض أو البرتقاني شوية، أحُط بقى الملح بتاعي برضه 3 معالق ملح صغيّرين، وطبعًا الملح على حسب الرغبة بتاعتكم. هاحُط بقى هنا لتر ونُص من المَيّة اللي هي المَيّة العادية جدًا من الحنفية، يعني مش مَيّة مغلية، وهاخلّيهم يغلوا مع بعض كده لمّا يوصلوا بالمنظر دوّة. هاكون بقى غسلت الرز المصري بتاعي الكيلو ونُص كويس جدًا، وبعد كده باصفّيه واحطه على المَيّة بتاعتي. هنا بقى زي ما شُفتم كده طبعًا أنا استغلّيت الوقت زي ما أنتم شُفتوا السمك إن هو يكون بيتشوى، عملت الرز. باخلّي بقى السمك دوّة ما باقلبهوش إلا لمّا أتأكد إن هو أكون أخد وِش. بُصّوا ديّة مش هتتقلب وماسكة كده، دي خلاص هاسيبها بقى لحد لمّا تشيل مع بعضها، يعني تشيل لوحدها. هاجيب بقى هنا السر اللي هو بتاع المحلات، باجيب 3/4 كده كوباية مَيّة من الحنفية عادي جدًا، وباحط عليهم 3 معالق من الملح، ربع معلقة من الكمون، وكمان معلقة إلا ربع كده من الشطة، وعليهم معلقة من الكزبرة الناشفة. وأول لمّا يطلع السمك معاكم بعد لمّا بيستوي المنظر دوّة، بتحطوا هنحط عليه بقى الخلطة اللي أنا عملتها ديّة. أول لمّا يخرج لمّا يكون سخن زي ما أنتم شايفين البخار بيطلع كده، طبعًا باحطه وباقلبه برضه وباحطه على الجنب التاني. أول لمّا تخرج كل سمكاية تكون سخنة باحطها بالمنظر دوّة، واحطهم على بعض كده عشان خاطر يشربوا من بعض. وبعد كده بقى لمّا باجي أقدّم الرز بتاعي
باحمّره بُصّوا طبعًا أنتم شايفين الحلاوة والجمال، طبعًا كان لسه في كمية تانية بس أنا بقى استعجلت وكنا عايزين نتغدى بصراحة. حطيت بقى هنا السمك اللي هو الجمبري اللي كان باقي، باحط عليه حبّة ملح وكمون وفلفل أسمر صغيّرين وبابدّرهم بالدقيق وباحمّرهم في الزيت، وبعد كده باطلّعهم واحطّهم في طبق كده، وبعد كده باحط عليهم الرز، وباقلبه بقى بيبقى الشكل الجميل دوّة. وهنا طبعًا قليت السمك عادي جدًا، وطبعًا اوعى ننسى السلطة الخضرا بتاعتنا، يا ريت ما تنسوش اللايك. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم